السلام عليكم. فضيحة كرة القدم التونسية نقولوها بكل صراحة وبكل وضوح. فضيحة بأتم معنى الكلمة. الجزائر مترشحين 4 فرق. تنزانيا بلد ماهوش بتاع كورة مترشحين 4 فرق. في مصر من غادي 4 فرق. الأخرى 4 فرق. المغرب 4 فرق. في تونس فريق وحيد اللي هو الترجي الرياضي. الترجي الرياضي ممثل كرة القدم التونسية. الملعب التونسي ينحدر. الاتحاد المناسير ينحدر. النجم الساحلي بالعلاقة نتاع النجم الساحلي والألقاب الإفريقية والتاريخ نتاع النجم الساحلي ينحدر. مقعد كان الترجي الرياضي ديما يشارك في دوري ابطال افريقيا. الترجي الرياضي يحطم في ارقام قياسيه في افريقيا. الترجي الرياضي بقياده حمدي المدب، كان مش حمدي المدب حتى الترجي يمكن يتعب في هذه المسابقات. نلقاو توا الترجي هو اللي مشارك في دوري ابطال افريقيا للمره العاشره على التوالي، رقم قياسي. ثاني رقم قياسي بعد الاهلي المصري اللي عنده 11 مشاركه متتاليه. الترجي الرياضي 23 مره في دوري ابطال افريقيا دوري المجموعات. ارقام كبيره بصراحه، كبيره ياسر للترجي الرياضي. ما ننساوش اللي فريق الترجي باش يربح 700 الف دولار من المشاركه في المجموعات. تو الترجي كي باش يدخل دور المجموعات باش ياخذ 700 الف دولار، يعني زوز مليارات ونقولوا احنا زوز مليارات و200 توانسه. حق دانو الملاعبي اللي جابوه فلوريان دانو، الحق نتاعو باش يرجعوا فريق الترجي الرياضي من جراء المشاركه في دوري ابطال افريقيا. يعني تصرف على ملاعبيه ممتازين وبعد تدخل مداخيل من المشاركات الافريقيه وهكاك تقعد تعيش. ثم شكون من جماهير الترجي نجم يسالني يقول لي يا لندرا اخي، تو احنا كي نقولوا هكا وين الفلوس نتاع الترجي نتاع كاس العالم؟ كاس العالم للانديه 36 مليار، ما بانش فينا حتى شيء، ما بانش فينا اللي نحن فريق عالمي. لا نقول لكم راهو النيفو الافريقي، المستوى الثالث اللي احنا نكوروا فيه اللي في دوري ابطال افريقيا، المستوى هذايا ما يتطلبش ملاعبيه من تجيبوا من اوروبا، معروف. بالنسبه للترجي الملاعبيه اللي جابهم كيما دانو وكيما البليلي كيما بوعاليه يكفيوا باش تكون منافس جدي على دوري ابطال افريقيا. باش تقول لي الترجي يا لندرا ينجم يوفق بينات البطوله وبينات دوري ابطال افريقيا في المرحله هذه؟ خاصه دوري ابطال افريقيا فيها برشا فرق، برشا فرق كبيره، من ابرزهم شبيبه القبائل، من ابرز الفرق هذه في افريقيا حاليا. جمهور كبير وكبير جدا، عندهم قاعده جماهيريه كبيره. باش نراو نهضه بركان بيراميدز، باش نراو الاهلي المصري، باش نراو الجيش الملكي المغربي، باش نراو اللي يسموه مولودية الجزائر، باش نراو سان داونز، باش نراو الفرق نتاع سيمبا التنزاني ويانغ افريكان، زوز فرق خذاو خبره في افريقيا. 4 فرق من تنزانيا مشاركين في افريقيا، واحنا عندنا كانت الترجي مشاركه في افريقيا والبقيه ريحتهم ما ثماش. الاشكاليه اشكاليه كبيره، اشكاليه كبيره. ما عندناش ملاعب، شو نحكيو بصراحه، ما عندناش ملاعب. شوف، انت ما عندكش ملعب المنزه. مجهودات الرئيس قيس سعيد تكلم باش يتبنى ملعب المنزه. ان شاء الله ان شاء الله يا رب يتسهل ويتبنى الملعب هذا، يرجع يتبنى. باش نقولها بصراحه، تونس اللي كانت من افضل البلدان الافريقيه في البنيه التحتيه، كنا نضحكوا على الفرق الافريقيه في ادغال افريقيا، ولاو الفرق الافريقيه هاو يمشي الترجي يشارك ولاو عندهم ملاعب خير مننا نحن. تمشي لغانا، تمشي لجنوب افريقيا، تمشي مش عارف وين، اي بلاصه برازافيل تلقى ملاعب مزيانه جميله تعمل كيف. ما نحكيش على مصر والجزائر والمغرب هذوكم طاروا بينا. ليبيا، ليبيا اللي كانت فيها مشاكل وكل شيء، برا شوف الملاعب نتاعها بانين زوز ملاعب ومازالوا باش يبنيو. الناس كلها عندها الملاعب، احنا ما عندناش ملاعب. المستير تلعب في رادس، الملعب التونسي تلعب في رادس، الترجي في رادس، الافريقي في رادس، الصفاقس في رادس، النجم في رادس، ما ثماش. قال لك دوري المجموعات يتلعب كان في ملعب رادس. احنا من الطاف الله لعبوا شويه في صفاقس وشويه في سوس، كان ترشحوا لادوار المجموعات التيراي ولي طبعه ما عادش نجم تكور فيه. لهنا شنو مش نسميهم؟ شنو مش نسميهم؟ البنيه التحتيه تعبه. مش تقول لي عندنا مشاغل اخرى، اوكي، ولو عندنا مشاغل اخرى يا خويا. الرياضه راهي تلهي وتاثر الشباب وتردهم متربين وتردهم يحكيوا على الكوره وتردهم ناس مثقفه كرويا. الرياضه اخلاق او لا تكون. على كل حال ان شاء الله يحضر ملعب المنزه ومناجده، مناجده ان شاء الله. ملعب زويتن يولي لعب زوز مقابلات تلعب فيه شبيبه العمران وتلعب فيه فريق اخر. شنو هي الاشكاليه؟
ملعب كبير مزيان يعمل كيف. شنو المانع؟ مش تقول لي بلدية تونس، هي احنا نحكيو على بلادنا كلها. كي يجيني فريق انا من بقردان يحب يلعب في زويتر، خليه يلعب على روحه في زويتر، شنو المشكل؟ على كل حال، ممثل كرة قدم الترجي في تونس، ان شاء الله نشوفوا مستويات باهيه. المنافسه في دوري ابطال افريقيا انا تو مش نقولها بعد ما ثبت في الفرق، راهو الفرق قويه اللي بتشارك في دوري ابطال افريقيا. والسلام عليكم. وتو مازلنا نحكيو على الترجي، بتصير في الجيم والبارتاج والابوني.